بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب ارزقنا الفهم يا رب ووفقنا يا رب. أما بعد، بعد ما عرفنا انترو عن ال AI، دلوقتي شابتر 2 بيكلمنا عن الايجنت وفي حاجة اسمها البياز والايجنت تايب، ايه انواع الايجنت. فنعرف دلوقتي يعني ايه ايجنت. والتعريف اللي في ال PDF بيقولك ايه: anything بيقدر يستقبل من خلال environment أو من خلال sensors ويتحرك عن طريق الأكتويتر. يعني الايجنت ده بيبقى سيستم زي سيستم كده أو بروجرام. ممكن يبقى إنسان، ممكن يبقى روبوت، بتستقبل عن طريق السنسور ده اللي بتقيس بيه وهنعرف كمان شوية في الجهاز ده بتقيس بيه، وعن طريق السنسورز بتبدأ تاخد الأكشنز. زي مثلا درجة الحرارة بتاعة العربية عليت، فبتضطر تاخد أكشن، تحط مية، مش عارف تعمل ايه. بس وفي تعريف تاني بقى ممكن يبقى أحسن شوية، اللي هو البروجرام able to make decision and take action based on decisions. يعني هو بروجرام بيقدر ياخد قرار زي ما قلنا وياخد أكشن. تمام. روبوت مثلا بيعمل حاجة معينة، فانكشن معينة، بينفذ لي حاجة معينة. هو ده الايجنت ممكن بيقولك ممكن يبقى هيومن، ممكن يبقى روبوت. هيومن، طب السنسورز اللي في هيومن اللي هو العين والودان، الحاجات اللي بيسمع منها، الحاجات اللي بيستقبل منها. العين بتستقبل منها والودان بتستقبل منها برضو. اما بقى الحاجات اللي بتتحرك دي، او الحاجات اللي بتتفاعل بيها مع الانفايرمنت اللي هي البيئة اللي حواليك. تمام. اللي هي الايد والرجل والكلام. تمام. والروبوت بقى السنسورز اللي فيه اللي هو الكاميرا، ماشي، والاكتويتر فيه اللي هو الموتورز. الانفراريد رينج فايندرز دي اللي في السنسورز اللي هي يعني حاجة زي مستكشف الأشعة الحمراء كده. أما الفاريوس موتورز اللي هو المحركات المختلفة. تمام. في فانكشن بقى هنا اللي هي البي ستار اللي هو البارامتر. يعني بيبقى في بارامتر، والاي دي اللي هي الأكشن، بياخد أكشن. تمام. وبالك الايجنت عبارة عن ايه؟ architecture وبروجرام. architecture اللي هو الهاردوير، والبروجرام اللي هو سوفت وير. هو الروبوت بيبقى عبارة عن سوفت وير وهاردوير. حلو. هنقول الراشوناليتي دي اللي هي بتبقى الايجنت نوليدج. ايجنت نوليدج اللي هو عندك معلومات. sequence to date، كل شوية بيشتغل. تمام. مثال على راشوناليتي اصلا، راشوناليتي يعني عقلانية. تمام. بيقيس نجاح الحاجة. performance measuring success، بيقيس نجاح الحاجة. يعني بيقولك rational بيختلف عن الأومني ساينس. الأومني ساينس دي اللي هي العلم الشامل. يعني rationality ممكن يبقى زي الكوتشينة. في الكوتشينة انت بتبقى مش عارف الشخص اللي قدامك مع ورق ايه. تمام. انا بحاول اجري في النظري عشان نخش بقى على اهم حاجتين في الشابتر ده، اللي هو البياز والايجنت تايب. ازاي نرسم الايجنت تايب عشان مطلوب منك رسمها، والبياز عشان البياز دي محتاجة شغل كبير جدا، محتاج ان انت تفكر بس. فهنخش بقى والاوتونومي دي. الاوتونومي دي اللي هو التعلم الذاتي. حلو. نيجي بقى البياز ويقول لك اختصار performance measure environment actuator sensors. البي performance، environment actuator sensors، حاجات بقيسها، وفي environment طبعا انا فيها، والاكتويتر اللي هي الحاجات اللي بتتحرك، والسنسورز. نبدأ البرفورمانس. انت evaluate success and quality. انت بتقيس بيها مدى نجاح وجودة المشروع بتاعك. وهناخد مثال دلوقتي، معانا 3 أمثلة، وهنحاول نجيب برضو أمثلة من برا عشان لو جاب أسئلة تانية غير دول. ماشي. ده البرفورمانس،
بتقيس مدى نجاح امتى تقول عليه ناجح. الانفايرومنت ايه الحاجات اللي حواليا، تمام، مين الناس اللي بيستخدموه، المكان اللي شغالين فيه، تمام. الاكتويتور بقى هي بتبقى الحاجات اللي بيعتمد عليها او الحاجات اللي هي الكومبوننتس interact with environment، الحاجات اللي بتتحرك مع الطبيعة مع الانفايرومنت اللي معايا، تمام. السنسورز بقى ازاي بنجمع المعلومات من الانفايرومنت دي، ايه الحاجات اللي بقيس بيها، كل ده سنسورز. اول نشوف بقى مثال بقى، يقولك automated taxi driver. حلو. التاكسي درايفر الحاجات اللي ممكن تقيس بيها ايه، آه زي اوبر مثلا، اللي هو السيف، اللي هو ما يقعدش بقى يسوق وحش وكده، سيف وفاست في نفس الوقت، ما يبقاش بطيء حلو. وليجل اللي هو يبقى اخلاقي، ما يكلمنيش بطريقه وحشه والكومفورتبل تريب اللي هو يبقى رحله برضو ايه، سهله كده او منظمه. وماكسمايز بروفيتس اللي هو ما يقعدش مثلا يشتغل ساعه ويريح ساعتين، تمام. ومثلا سيف وفاست، هو بيبقى يعني سيف ممكن تبقى متعارضة مع فاست، بس لأ، يعني عادي ممكن يبقى رحلة آمنة وفي نفس الوقت سريع، مش شرط يعني اللي هو ايه يبقى بيزود بنزين على الآخر يعني، وموضوع صعب وعمال يعني يعمل حاجات غريبة. بس الانفايرمنت بقى اللي هي الايه الرودز، الطرق اللي احنا ماشيين فيها، تمام. الكاستمر، فاحنا زي ما قلنا الانفايرمنت بتبقى ايه، بتبقى الناس اللي بيستخدموه، المكان اللي احنا فيه، تمام. ال الاكتويتور بقى اللي هي ايه، الاكتويتور دي اللي هي السترينج ويل، اللي هو ايه، اللي هو الكاوتشات، الاكسليتور اللي هو البنزين، البريك اللي هو الفرامل، السيجنال اللي هي الاشاره، الهورن اللي هو الحاجات اللي هو الكلاكس، تمام. الحاجات اللي انا بقدر ايه بستخدمها كده، زي ما قلنا components بتinteract with environment. يعني البنزين دي component، والفرامل واللي هو الكلاكس، كل دي حاجات انت ايه بتستخدمها. السنسورز بقى الحاجات اللي بتقيس بيها من الانفايرمنت، زي الكاميرا، تمام، زي ايه تاني، زي السبيدوميتر اللي هو بيقيس السرعة، الجي بي اس بعرف انا فين، الاودوميتر ده اللي هو عداد الحرارة والزيت، تمام. فكل دي حاجات انا بستقبل بيها من الانفايرمنت. مثال تاني اللي هو الايه، البارت بيكنج روبوت، اللي هو بيجمع روبوت، تمام. ال البرفورمانس هو ايه، percentage of parts in incorrect bins، اللي هو هو جمع كام عربية صح، يعني هو ممكن يجمع بس يجمع غلط، او ممكن، بس فهي دي البرفورمانس. والانفايرومنت، الانفايرومنت هنا اللي هو الحزام، الاكتويتر اللي هو الايه الهاند او الارم، والسنسورز اللي هنا ايه الكاميرا. هو المثال ده ممكن ميبقاش واضح، بس تعالى مثلا نشوف مثال كمان اللي هو الانتراكتيف انجلش توتر، اللي هو ايه البرفورمانس بتاعته اللي هو ايه maximize student score، اللي هو ايه ازود درجات الطلبة. يعني الطالب ده كان بيجيب مثلا 10 من 20 في الامتحان مثلا، فلا انا رحت مع المدرس ده عشان ايه اجيب احسن، تمام. لو درجاتي زادت ده معناه اللي هو ايه المدرس ده كويس مع مذاكرتي، لا ده المدرس ده كويس فعلا. الانفايرمنت اللي هما ايه set of student، الاكتويتر اللي هو الايه screen display، الشاشة اللي احنا فيها، تمام، باعتبار اللي هو اونلاين يعني. السنسورز اللي هو ايه الكيبورد او الميكروفون. طب لو مش فاهم يعني ايه السنسورز الكيبورد، هو السنسور دي زي اللي هي الانبوت، والاكتويتر اللي هو الاوتبوت. فالكمبيوتر اصلا او اي جهاز سمارت بيبقى السنسورز بتوعه بيبقى الكيبورد. مش انت في الكمبيوتر عشان يفهم انت عايز تعمل ايه ممكن تستعمل الماوس الكيبورد، وهو الماوس الكيبورد اللي هما الانبوت، حلو. والاوتبوت اللي هو الايه السكرين ديسبلاي، تمام. والميكروفون انبوت برضو، حلو. تعال بقى نجيب مثال تاني من بره عشان يعني نشوف هو بيفكر ازاي اصلا. تعال نجيب مثال حلو اوي اللي ممكن ناس كتير تحبه، اللي هو ايه الكورة، بلاينج سوكر.
لو قالك انا عايز البياز اوف بلاينج سوكر للعب الكورة، البرفورمانس هيبقى ايه هنا؟ هيبقى ايه؟ نشوف اللعيب ده البرفورمانس بتاعته ايه. يبقى الجولز سكورد، الاهداف اللي سجلها، الاسيستات، تمام، الباصات الصح اللي هو مثلا بيلعب في نص الملعب، التاكلز اللي هو لو بيعمل تاكلينج، تمام، أه هل بيقطع كويس ولا لأ. كل ده بيرفورمانس حلو. الانفايرمنت اللي هي ايه؟ الانفايرمنت ممكن تبقى المكان اللي بنلعب فيه، اللي هو الاستاديوم او الملعب الفيلد، حلو. الويذر كونديشن، الانفايرمنت ممكن يبقى فيها الويذر في مثلا ملعب كورة او في اي حاجة. ممكن تحط الويذر دي لو جاتلك في الامتحان، يعني مش عارف تحط في الانفايرمنت، بتحط الويذر لو حاجة ليها علاقة باللي هو ايه على ارض الواقع، تمام. طب الاكتويتور اللي هي ايه؟ اللي هي تبقى السكيلز، اللي هو سكيلز بقى اللي هي ايه، الرننج اللي هو الجري والدريبل والباص والشوتينج اللي هو الشوط، والهيدنج بيلعب بدماغه كويس ولا لأ، الديفندنج بيدافع كويس ولا لأ. ممكن يقولك ده اللعيب ده ما بيعرفش يدافع كويس، حلو. كل دي اكتويتور، كل دي حاجات اوتبوت اللي هي بتتفاعل زي ما قلنا في الاول كومبوننتس. السنسورز بقى اللي هي ايه؟ اللي هو الكوتش والريفري والفار، كل دي سنسورز. مش الفار ده بنرجع له اللي هو سنسور، الكوتش ده واحد شايف من بره، والريفري ده الريفري اللي هو الحكم، حلو. فهو وكمان الانفايرمنت احنا قلنا ممكن تحط فيها الويزر، ممكن تحط فيها التمبريتشر الحرارة، ممكن تحط فيها الرولز، تمام، آه كده يعني. بس ده الكورة. طب لو رجعت التنس نفس الكلام، وكذلك أي رياضة يعني. آخر حاجة بقى اللي هي ال environment types، تمام. وهنبقى نعمل جزء تاني اللي هو ايه، لل agent types عشان دي مهمة. ال environment types اللي هو fully ولا partial، deterministic ولا stochastic. الفرق بين fully والبارشل، fully يعني full عارف كل حاجة، البارشل لأ بيبقى عارف جزء، تمام. زي بيقولك الكروس وورد اللي هي اللعبة، تبقى انت عارف كل حاجة فيها. الكروس وورد اللي هي الكلمات المتقطعة، تمام. فانت عارف كل حاجة، يعني مش بيبقى قدامك البتاع كله وانت بتبدأ تحل، فاهم. البارشل بقى اللي هو بيبقى عارف جزء، زي التاكسي درايفر، يعني مش بيبقى عارف كل الطرق اللي في مصر، بس لا عارف جزء منها، حلو. الديترمينستيك يعني ايه؟ بيبقى محددة، او بتعتمد على ايه، ال current state وال action، او change depend only on current state and agent function. زي الكروس وورد هي محددة، تبقى حاجات محددة كده، مش بتبقى محددة. عكس التاكسي درايفر اللي هو ستوكاستيك، اللي هو بيبقى ايه، عشوائي. ممكن اروح هنا النهاردة في مكان، بكرة في مكان. بتلاقي حاجات مش قادر اتحكم فيها، بتتدخل، زي مثلا العربية عطلت، مش عارف ايه، حاجات خارجة عن ارادتي، تمام. اما بقى الابيسوديك والسيكونشال، الابيسوديك اللي هو مش معتمد على حاجة قبله، ماشي. عكس ايه، عكس السيكونشال اللي هو السيكونشال يعني متسلسل، معتمد على حاجة قبله. المثال برضو اللي هو ايه، السيكونشال اللي هو كروس وورد، تبقى بتحل دي وبيبقى وراها دي وراها دي وراها دي، حاجات ايه، منظمة، تمام. تاكسي درايفر لو مشيت في مكان، مشيت اهو انا رايح مش عارف لمدينة مثلا أسوان، وانا فين في القاهرة، فبتبدأ بقى تعدي على ايه، تعدي مثلا على الجيزة، بعد كده تروح مش عارف هنا، بعد كده مش عارف الأقصر، بعد كده أسوان، تمام. بيبقى حاجة ايه، sequential متسلسلة. آخر حاجة بقى ال discrete و continuous. discrete يعني متقطعة، تمام، اللي هو زي الشطرنج، حلو. أما ال continuous اللي هو المتواصل، زي الايه، زي driving car. آخر حاجة السنجل والمالتي، اللي هو ايه، السنجل اللي هو واحد بس اللي بيلعب زي الكروس وورد، أما المالتي اللي هو أي حاجة فيها منافسة، تمام. دي كانت ال environment types وأنواعها.
بس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.